السلام عليكم حبيباتي من مطبخ كوكي وصديقاتها. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. انا الحمد لله راني بخير حبيباتي. كما راكم تشوفوا اليوم رايحه نتشارك معكم وصفه الفطير، كاين اللي يقولوا لها الكسره الفطير. كنت تشاركت معكم الفطير هذه تاع الفارينه. اليوم راح نشارك معكم فطير تهبل، يعني بطريقه سهله وناجحه، كيفاش تجيك طريه وفي نفس الوقت مقرمشه. تهبل حبيباتي. نبداو الوصفه مباشره على بركه. كما راكم تشوفوا حبيباتي عبرت بالكاس هذاك، اي عبر يكون عندك تعبري به. درت هنايا 2 كيسان سميد الرطب كامل و2 كيسان فارينه ثانيكا. كنت غربلتها كما راكم تشوفوا حبيباتي. كما قلت لكم انا عبرت هنايا في هذا الكاس الصغير، تقدروا تعبروا بواش تحبوا. حبيتوا ديروا كونتيتي كبروا العبر. ودرت مغرفه صغيره تاع خميره فوريه، يعني خميره الخبز، ودرت مغرفه صغيره ثانيكا تاع خميره الحلوى، ملعقه غير صغيره. هذا ما كان يسمى ملعقه صغيره ثانيكا معمره مليح تاع ملح، ومغرف سكر بلا ما ننساو مغرف سكر. حبيباتي نعاود نفكركم برك، درت 2 كيسان سميد، كنت عبرت بالكاس اللي موالف نعبر به هذاك. 2 كيسان سميد رطب كامل كنت صفيتهم، غربلتهم يعني. و2 كيسان فارينه. هذا واش درت كما قلت لكم، نتوما حرين واش ديروا. وهنايا جبت الزيت، درت نص كاس زيت. كيفاش يقولوا نبسس كامل هذاك السميد والفارينه مع بعض وفاش ضفت لهم نخلطهم مليح مليح حتى هذاك الزيت كامل يولي لي متجانس مع الفارينه والسميد مليح. نخلطهم هكا كما راكم تشوفوا شغل لايم، وراني نبسس فيهم. عمليه جد سهله. ونجيبوا في نفس الكاس اللي عبرت به نسحق كاس ماء. عطيت لكم مقادير مضبوطه حبيباتي، كاس ماء واحد يكفي باش نلموا العجينه تاعنا. واذا نتوما عبرتوا بكاش عفسه واحده اخرى نفس هذاك اللي عبرتوا بها تعمروها ماء، والماء من الافضل يكون دافي. واللايم هكا بيدي كما راكم تشوفوا. قلت لكم تجيني قيس يعني مقادير مضبوطه. انا الكاس هذا درته كامل ما زدت عليه والو، كفاني جاني قيس كما قلت لكم. ونبدا نعجن فيها هكاك شغل راني نقطع في العجينه هكا، نعجن فيها مليح باش هذاك السميد كامل يذوب لي ويرطاب لي مليح. نقعد هكا واحد 5 دقائق 10 دقائق ما نزيدش. هذا ما كان ندلكها بيدي فوق سطح العامل، ندلكها مليح كما قلت لكم حبيباتي. مقادير مضبوطه، ركزوا معايا راح تخرج لكم الفطير تاعكم ناجحه كيما تحبوها، طريه مقرمشه في نفس الوقت. هنايا بعد ما كنت دلكتها هنايا شويه نزيد ندلكها شويه ونقسمها دوائر انت حره. حبيتي ديري كبيره صغيره، انا جبت لي هنايا 3 خبزات متوسطين. العجينه تاعي هذه جبت لي 3 خبزات. هنايا درت هكا ومن بعد بديت نقص كما قلت لكم حبيباتي على حساب الحجم اللي تحبيه. ويعني ليه توجديها، هذه مش راح تدي وقت، ليه تكون واجده. ونخلوها تريح هنايا واحد 10 دقائق ولا ونعاودو نولوا ليها نشكلوها كما راكم تشوفوا هكا. عمليه كيفاش راني نحل فيها سهله، نحلها شويه بالحلال بيدي باش نصنعها مدوره هكا. وهذا ما كان. وما نديرهاش خشينه وما نديرهاش رقيقه حتى تجيني يابسه محطبه وتتكسر. نديرها متوسطه، يعني ما هي خشينه ما هي رقيقه. نخدم بيدي. وكيفاش نرفدها كنت حطيت انايا الطاجين تاعي هنايا كان ديجا سخن لي مليح، كنت زايده الفرن وبعد نقصلو نخليها تطيب على نار هاديه كما راكم تشوفوا ناقصه النار هذيك. ونجيب الفرشيطه تاعي نثقب هذه الخبزه تاعي باش يخرج لي منها الدخان كامل وتطيب لي مليح. نثقبها مليح، والحاجه المليحه لازم تطيب لي في الطابونه. اذا ما عندكمش طابونه نورمال من الافضل نطيبوها على الطابونه. كما قلت لكم الطاجين تاعي كان صح سخون يسمى. ومن بعد نقصت للنار خليتها تطيب في غردها. فوالا ها من الخبزات تاعي الاخرى راهي تطيب لي. كنت شكلت هنايا الخبزات تاعي نسقمهم ومن بعد نقلب هنايا. مازال ما طابت ليش مليح، مي نقلب على الوجه الاخر خلوها
طيبنا شويه ونعاود نقلب على الجهه هذه باش تكتسب هذاك اللون المحمر. الله الله، نحبها محمره. فوالا نبقى ندور فيها هكا باش تطيب لي كامل من لي كوتي، من الطرف من الوسط كامل نبقى ندرج فيها هكا. نزيد هنايا النار شويه بعد ما طابت لي. شوفوا كيفاش طابت لي من حميمه. الله الله، نقلبها على الوجه الثاني باش تزيد او ميم طون راني نبريسي فيها هكا باش طيب لي مليح وتتحمر لي. فوالا. نروح نزيدو هاي الخبزه الاولاني كملت طيبتها، ندير الخبزه الثانيه. كما قلت لكم الطياب تاعها مش راح يدي وقت، ليه طيب الناس سورتو اذا كان الطاجين هذا تاع الطين تاع الفخار هذا ونسخنوه مليح راح تطيب لنا بالطبع. فوالا هنا كنت كملت الفطير تاعي قسمتها. شوفوا كيفاش جاتني بزاف هايله. ننصحكم تجربوها وتحترموا برك المقادير، راح تخرج لكم ما كاش اللي ما تنجحش فيها. تحترموا برك هذو المقادير وديروا كيما شفتوني درت لكم الوصفه بلي ديتاي حبيباتي. وهنايا حتى قسمتها معاكم، هنايا كما قلت لكم حبيباتي قسمتها معاكم. جاتني بزاف هايله يعني والله غير بصراحه هايله. انا يا ما نكذبش عليكم كنت نديرها من قبل بلا يعني بلا مقادير مضبوطه، نديرها عيني ميزاني. وبعدا وليت ندير المقادير هذه وليت نديرها كيما عبرت. شفتوني عبرت جاتني يعني بالطبع هايله. ننصحكم بها حبيباتي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. وفي الاخر ما عليا غير نقول لكم اللي ما راهيش دايره متابعه دير متابعه وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. وتهلاو لي في روحكم بزاف بزاف. الى وصفه اخرى، بقاو على خير حبيباتي.